السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يوسف عصام، وحشتوني جدا. النهارده بقى عندنا فيديو مميز جدا وهو عن السماعة دي. السماعة دي الصراحة فاجئتني جدا وانا بستخدمها بقى لي فترة طويلة قوي. مش هتلاقي حد يقول لك على الكلام اللي انا هقوله لك النهارده ده، لاني فعلا مجربها بقى لي فترة طويلة، حوالي اكتر من سنة بستعملها. هي سماعتي الشخصية، هتلاقيها حتى في كل البي رولز هتلاقيها متخرشمة كده ومتبهدلة، لان انا فعلا باستعملها تقريبا شبه يوميا. وهي السماعه الساوند كور ار 50 اي من انكر، رغم ان هي نازله بقى لها فتره، ولكن هي لحد دلوقتي لسه في ناس بتسال عنها ولسه في ناس عايزه تشتريها. والحقيقه ان هي فعلا سعرها مغري جدا حتى بعد العبث اللي بيحصل مع الدولار وكده. بس هي ستيل لسه ماسكه سعر برضه كويس في رينج ال 1000 جنيه. فقبل ما نبدا الفيديو اكيد ما تنساش تعمل لايك الجميل وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. خلينا بس في الاول كده ناخد ايه فكره عن السماعه. طبعا السماعه هنا كلها بلاستيك خالص، بلاستيك بلاستيك، وده طبيعي يعني، مش مستني خامات نظيفه قوي يعني. ولكن الفكره ان هي هنا الخرابيش فيها بتبان جدا بصراحه. البلاستيك بتاعها مش ألذ حاجه في الحته دي يعني. لو بتحطها مع مفاتيح وكده لا هتتخرشم جامد جدا، بس في خرابيش معينه تلاقي اول ما تمسحها كده بتروح تمام، بس في خرابيش تانية برضو ما بتروحش. طبعا هنا السماعه عندنا بتفتح بالشكل ده، مش زي بقيه السماعات، مش زي الايربودز وكده. طبعا ده ذوقيا جدا يعني، مش هتفرق في حاجه، بس الديزاين بتاعها يعني كويس. كمان الميداليه دي برضو يعني حركه لذيذه. وكمان الفكره ان هي حجمها مش كبير يعني قوي اطلاقا، بتحطها في جيبك عادي جدا مش بتبان يعني، مش بتاخد من حياتك مساحه كبيره قوي. اما بقى حجم الايرفون نفسها في ودنك، حرفيا حجمها مش كبير خالص يعني. هي ادينا بحطها قدامكم يعني، في سماعات كتيره بتبقى واخده لا باينه قوي ان انت لابس سماعه. فعلا حجمها ما يعتبرش كبير اطلاقا. وكمان وزنها مش تقيل يعني، مش تقيل في ودنك، مش هتحس بيها. غير بقى ان هي بتثبت في الودن حلوه قوي، بالذات طبعا ان هي فيها جلده زي ما انتم شايفين كده. فده بيخليها بقى ايه، تثبت جامد جدا، ما تقعش خالص. غير طبعا بقى ان هي بتعمل عزل، ودي حاجه هنتكلم عليها. ماشي، خلينا بقى نخش على طول كده ايه في مميزات وعيوب، عشان انا محضر لك كده كام ميزه هيعجبوك وكام عيب برضه هيقلقوك. اول ميزه اكيد واكتر حاجه يعني، اكيد الواحد لما بيروح يشتري سماعه بيبص عليها، وهو الكواليتي بتاعت الصوت بتاعها. السماعه دي بقى فاجئتني جدا جدا فعلا في حته الصوت دي، لان هي في الاول وفي الاخر برضه سماعه ب 1000. ساعه لما نزلت كانت ب 1300، هتلاقيها على امازون مش عارف ايه، فهو رينج برضه سعر اقتصادي يعني بالنسبه للسماعات. ولكن لا فيها الصوت مجسم، في بيز، في تريبل. بجد الحقيقه صوتها ممتاز جدا فعلا، اديله 10 من 10. بالنسبه لسعرها حاجه ممتازه جدا يعني. كمان الصوت فيها على كل الكلام ده كمان عالي برضو، ما يعتبرش واطي بالنسبه لسماعات تانية. برضو هنعمل عنها فيديوهات قريب، استنوا كل الكلام ده هتعرفوه الفتره الجايه. عامل لكم شويه ريفيوهات جامده جدا، استنوها. ولكن نرجع بقى للسماعه بتاعتنا. انت عندك بقى هنا كمان في الاب بتاعها اللي تبع ساوند كور، خش على البلاي ستور او الاب ستور هتلاقيه موجود. اب جامد قوي بجد، من احسن الابلكيشنز اللي انا شفتها. ابلكيشن متعوب عليه فعلا يعني، لان هو بيختص ساوند كور وسماعات ساوند كور كلها، مش بس السماعه دي. فهو في كميه تخصيصات رهيبه فعلا. في ابلكيشن كتيره لسماعات تانية ولشركات تانية ما فيهاش التخصيصات دي خالص. بتخش كده تلاقيك ايه، يقول لك في الجيم مود اللي هو بيقلل الليتنسي شويه. فاهم، تعرف البطاريه بتاعت الليفت ورايت وشكرا. هي ده كل اللي بيعمله. لكن هنا الموضوع مختلف خالص. هنا فعلا في كاستمايز، تقدر تكستمايز حاجات كتيره قوي، وتقدر تعرف النسبه بتاعت طبعا الرايت والليفت. وتقدر بقى كمان ان انت تغير بقى ايه، تعلي البيس شويه، تبين هنا البيت مش عارف ايه، تعلي حاجات كده فيها شويه كاستمايز رهيبه بصراحه. وهتلاقي اللي يعجبك، وهتلاقي في حاجه طبعا للميوزك، وحاجه برضو في يعني جيم مود. ولكن هنا من اهم الحاجات برضو الموجوده في السماعه، وهي ان ما فيهاش ليتنسي خالص يعني. فيديوهات جيمز لا، ما فيهاش الموضوع ده خالص يعني، مش موجود في السماعه تقريبا. فالابليكيشن بصراحه رهيب جدا وعجبني جدا. ولكن هو يعني العيب الوحيد اللي ينقصه ان هو ما بيبينليش نسبه الكيس. يعني نسبه الكيس انا ما بعرفهاش من اي حاجه، وده برضو هقول لكم كمان شويه ليه. ان هي ما فيش خالص، مش عارف انا نسبه بطاريه الكيس كام. هي اخرك الليفت والرايت كام وشكرا. فده تقريبا العيب الوحيد اللي موجود في الابلكيشن. غير كده هو ابلكيشن فعلا ممتاز جدا يعني. كده قلنا ميزتين، نخش بقى على تالت ميزه، وهي البطاريه. اكيد بتاعت السماعه حاجه مهمه جدا. البطاريه هنا حرفيا بتقعد معاك لو بالشحنه الكامله طبعا بالكيس. لو استخدامك متوسط هتقعد معاك حوالي 3 اسابيع، وده رقم ممتاز جدا يعني. حرفيا انا في الاول كده كنت بستخدمها يعني استخدام متوسط، مش كل يوم قوي او كل يوم، بس مش فترات طويله يعني، مش ساعات. كانت حرفيا بتقعد 3 اسابيع وساعات كمان اكتر. فكنت بنساها حرفيا. انت بقى لو استخدامك عنيف بقى شويه، وطبعا زي ما قلت لكم هيبقى لها معايا سنه، فانا عديت بكل حاجه تقريبا. ففي فتره كده
وغالبا انا برضو في الفتره دي اللي انا تقريبا شبه بستخدمها كل يوم بالساعات، اذا كان في المواصلات وانا رايح الكليه، اذا كان في الجيم، اذا كان في ايا كان، بلبسها ساعات طويله، وساعات كمان برجع البيت برضو بلبسها. بستخدمها استخدام عنيف جدا. فبالاستخدام العنيف ده هتقعد معاك من 6 ايام ل7 ايام، يعني حوالي اسبوع، وده برضو رقم ممتاز جدا. يعني استخدام عنيف تستخدمها كل يوم تقعد معاك حوالي اسبوع، فاكيد البطاريه بتاعتها ممتازه جدا، يعني مش هتضايقك خالص. كمان انت هنا عندك الشحن بتاع السماعه تايب سي، طبعا دي حاجه كويسه. وهي بتشحن في ساعتين ونص، يعني رقم مش قليل، ولكن ده برضو سماعه، وزي ما قلت لك هتشحنها كل اسبوع لو انت استخدامك متوسط كل 3 اسابيع شهر. فكده كده مش فارقه، يعني هتشوف الوقت المناسب بالنسبه لك وترميها في الشاحن، فتمام يعني مفيش اي مشكله خالص. رابع ميزه بقى، وهي طبعا اكيد حاجه مهمه جدا دلوقتي في حياتنا، اذا كان انت لابس سماعه، اذا كان سمارت ووتش، ان هي لازم تبقى مضاده للميه والاتربه بمعيار كويس. مضاده للميه والاتربه، ووتر ريزيستنت، بمعيار اي بي اكس 5. فما تقلقش خالص من الموضوع ده. يعني موضوع العرق او ان هي تنزل مطره دي حاجه عاديه جدا، يعني ممكن تقع منك حرفيا في كوبايه ميه وما يحصلهاش حاجه. فما تقلقش خالص من الموضوع ده. بس اكيد برضو خلي بالك وانت بتنشفها، لو حصل معاك كده، ان انت اوعى تنشفها في اللي هو المجفف الحراري ده اللي بنلاقيه في المولات، فاوعى تحطها تحتيه عشان هتبوظ منك صدقني. يعني لو حصل معاك ووقعت مثلا في الميه، عادي منديلك يا باشا ونشفها من غير اي حراره ولا اي حاجه عشان ما تبوظش. ماشي، احنا كده قلنا المميزات بتاعت السماعه. قبل بقى ما نخش على العيوب، هقول لك على حاجه شايفها لا ميزه ولا عيب، يعني حاجه السماعه فيها بتأدي بشكل معقول جدا، ولكن يعني مش حاجه قويه قوي. في سماعات تانية احسن، وهو المايك. ماشي، ده صوت المايك بتاع ال R50i. قولوا لي انتوا سامعين صوتي كويس ولا لا؟ انا قاعد في مكان مقفول وهادي، ما فيهوش يعني دوشة. زي ما قلت لكم، لما بتروح لمكان فيه دوشة وفي الشارع وكده، في ميدان عام، حاجات زي كده، الموضوع بيبقى أصعب شوية. بس أظن في المكان زي اللي أنا فيه ده، المفروض إن انتوا تكونوا سامعيني بشكل كويس يعني. المايك هنا ممتاز. في الجو الهادي في البيت، لو انت بتكلم حد هو هيكون سامعك كويس، وانت هتكون سامعه كويس طبعا. ولكن بقى في الدوشة في الزحمة، لو انت في الشارع، الموضوع بيبقى اصعب شوية. هيسمعك عادي بس لازم تعلي صوتك شويتين. نخش بقى على العيوب بتاعت السماعة. ماشي، اول حاجة وهو البعد بتاع السماعة. السماعة بصراحة البعد بتاعها، يعني انا استغربت، هو مش كبير اطلاقا. يعني انت لو حاطط مثلا التليفون بتاعك في الأوضة وخرجت كده بره الأوضة ومشيت 3 4 5 خطوات، هتبدأ بقى ايه، فردة تقطع والشغل ده. فبصراحة يعني البعد بتاعها مش كبير اطلاقا. اكيد في سماعات تانية البعد بتاعها احسن من كده، ولكن ده مش عيب قاتل، يعني بما انت في الاغلب التليفون هيبقى في جيبك او في ايدك. تاني حاجه بقى، وزي ما كلمتكم عليها من شويه، وهو ان انت مفيش نسبه الكيس. يعني مش من حقك تعرف نسبه الكيس كام. هو الفرده اليمين والفرده الشمال، لا من الابلكيشن ولا في لمبه اصلا على الكيس تبين لك نسبه الشحن او تديك اخضر او اي، يعني اللمبه اللي موجوده بتنور وبتديك اخضر وكل حاجه، بس وهي بتشحن يعني تعرف اذا كان هي خلصت شحن ولا لسه بتشحن. بس لكن نسبتها كام، بس انت تديك لمبه حمراء، ما فيش والله اي حاجه من دي. حاجه مستفزه بصراحه شويه. تالت عيب بقى، وهي بصراحه انا مش عارف، دي حاجه واجهتني مع السماعه. انا ما اعرفش هي موجوده في، يعني في الموديل اللي معايا ده، ولا هي موجوده في السماعه فعلا مع كل الناس. ساعات بيحصل حاجات غريبه، بس يعني هي تضايق، بس ما بتحصلش غير كل فتره طويله جدا. يعني زي ما قلت لكم بستخدمها بقى لي اكتر من سنه، فعديت بحاجات كتيره معاها. بس تلاقيها مثلا ساعات وانت بره في شوية هوا صغيرين، فتلاقيها فردة تقطع، فردة تقطع كأنها تفصل كده وترجع تاني بسرعة. فدي برضو حاجة غريبة، وكانت ساعات بتحصل في هوا، ساعات بتحصل ومفيش هوا. ف... فهو موضوع غريب مستفز شوية. بس بصراحة زي ما قلت لكم هو ما بيحصلش كتير، وعمره ما حصل معايا مثلا وانا قاعد في البيت او قاعد في الباص مثلا او في المواصلات. يعني طول ما انت قاعد كده وعادي ما فيش اي حاجة. والفكرة وانت بتتحرك، بس برضو من ناحية تانية انا جربتها، بطلع عليها على التريدميل وبجري وبعمل بيها كل حاجة وما بتحصلش عادي. ما فيش، يعني ما تقدرش تحدد المشكلة بعينها ان هي بتعمل كده مثلا لما تتحرك، لا، هي ساعات بتعمل كده وساعات ما بتعملش. ساعات في ظروف معينة وساعات في نفس الظروف ما تعمل، يعني فاهم. بس الفكرة ان الموضوع ده على قد ما هو غريب ويخوفك ويقلق، يعني الموضوع ده حصل معايا من اول ما اشتريت السماعة. السماعة بقى لها معايا اكتر من سنة، ومن ساعتها الموضوع ده بيحصل كل فترة طويلة جدا.
فمش بيضايقني غير ساعتها شويه، بس هو ما بيحصلش كتير، يعني مرات تتعدى على الصوابع تقريبا. فحقيقي الار 50 اي هي سماعه ممتازه جدا جدا بالنسبه لسعرها. طبعا هسيب لكم لينك الشراء بتاعها تحت في الديسكريبشن لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن السبيكس بتاعتها. كل الكلام ده هتلاقيه موجود في الديسكريبشن. وبس كده، هو ده كان الفيديو. واستنوا بقى، استنوا الفتره الجايه مراجعات قويه جدا عن سماعات تانية برضو اكيد هنعمل عليها مقارنة مع الار 50 اي. فاتأكدوا ان انتم مفعلين زر الجرس عشان ما يفوتكوش اي حاجة. وبس كده، هو ده كان الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وبس كده، سلام.